حدثت هذه الحملات العسكرية المجيدة في الفترة بين عام 1479 و 1425 قبل الميلاد بقيادة الفرعون الأعظم تحتمس الثالث ثالث ملوك الأسرة الثامنة عشرة في قلب بلاد الشام، حيث واجهت مصر القديمة أقوى ممالك الشرق القديم مثل قادش ومجيدو وأمراء كنعان. تبدأ القصة بمشهد من السماء يظهر خريطة متحركة للعالم القديم تمتد من طيبة في الجنوب حتى نهر الفرات في الشمال. يتقدم السرد الصوتي العربي بنبرة ملحمية. في زمن كان يقاس فيه المجد بالحرب، خرج الفرعون تحتمس الثالث بجيشه الجرار ليثبت أن الشمس لا تغرب عن هيبة مصر. لم يكن حاكما عاديا، بل عبقري عسكري نقشت خططه على جدران المعابد، وذكاؤه حير الممالك. ينتقل المشهد إلى تحرك الجيش المصري. آلاف الجنود والعربات الحربية يسيرون في صفوف منظمة، مزودين بالأسلحة البرونزية والدروع اللامعة. تظهر الكاميرا ملامح الجنود، بشرة فاتحة، ملامح شرقية متوسطة، يرتدون الزي العسكري المصري القديم، وتظهر فوق رؤوسهم رايات مصرية ترفرف في الريح. تصل الأحداث إلى معركة مجيدو الشهيرة عام 1457 قاف ميم، حيث اتخذ تحتمس الثالث قراراً جريئاً بالهجوم من ممر عرون الجبلي الضيق. مشاهد العبور مشحونة بالتوتر، تظهر الجنود وهم يتسلقون الصخور بصمت وسط التضاريس الوعرة، حتى يفاجئ العدو عند أسوار مجيدو. وفي لحظة خاطفة انطلقت العربات الحربية كالصاعقة، ودو صهيل الخيول، وسمع صوت السهام تخترق الهواء، فارتبك التحالف الكنعاني وتراجع إلى داخل أسوار المدينة. حوصرت مجيدو، وانتصرت مصر دون تدميرها، لأن الفرعون أراد السيطرة للخراب. تختتم القصة بمشهد وقوف تحتمس الثالث على عربته، يرفع ذراعه نحو الشمس، وجنوده يهتفون بانتصار مصر. تنقش نهاية المشهد على جدار معبد الكرنك، حيث كتبت كل تفاصيل الحملة بدقة، كما فعل الكتبة منذ آلاف السنين. هكذا كتب تحتمس الثالث اسمه في سجلات الخلود كأعظم فاتح في تاريخ الفراعنة، وامتدت مصر في عهده من نبتة في الجنوب إلى الفرات في الشمال. إنها قصة المجد حين نطقت الأرض باسم مصر.